السلام عليكم حبايبي حبايب ملعوبه بودكاست، اهلا بيكم معايا تاني والاسبوع العاشر من البريمير ليج. يا ترى اقاله ارني سلوت؟ كلام كتير بيتقال، ايه الموضوع ده وهل فعلا ده ممكن يحصل؟ تعالوا نشوف الماتشات المهمه اللي معانا. يلا بينا. يلا بينا. طبعا لا يخفى على احد، الارسنال هو اول الدوري حاليا بفرق 4 نقاط، وعن مين؟ عن بورنموث. الثاني والثالث هو توتنهام. طبعا مين يتخيل شكل الجدول بالكلام ده بعد خساره تشيلسي المفاجاه، وبعد خساره مانشستر سيتي المفاجاه برضو. يعني انزو مانيسكا بالنسبه للتشكيل عمل اللي عليه، لكن كان ايه التشكيل الغريب اللي كان بادئ بيه جوارديولا ده؟ ايه اللي كان بيعمله جوارديولا ده؟ عامة الشكل اللي حصل ده والنتائج دي فادت أرسنال وأرتيتا بشكل كبير جدا. والمباراة اللي عنده مع براجا، سلافيا براجا في الشامبيونز ليج، هتديله فرصة انه يدور لعيبته قدام. أول مباراة معانا في الافتتاحية بيرلي على أرضه. بيرلي طبعا لا يخفى على أحد في ديل الدوري، وطبعا يعني بيتلقى هزايم كتيرة. صحيح فاز المباراة الأخيرة في مفاجأة كبيرة 3-2، ومباراة كانت مثيرة جدا. مازال خصم طبعا مهم، واكيد ارتيتا هيعمل حسابه. واعتقد ان المباراه دي مش هيدور كتير في التشكيله، لان المباراه اللي جايه صحيح هيسافر، لكن سهل جدا ان هو يفوز. طبعا بالنسبه للارسنال تشكيلته معروفه، اللي المفروض يلعب في السبت ان شاء الله الممتاز الساعه 5. التشكيله العاديه بتاعته الاثنين ظاهرين، الا لو حب يدور تمبر ويقعدوا شويه علشان الدقايق اللي هيلعبها هناك في الشامبيونز ليج. بالشكل ده ممكن لويس سكيلي بعد الفوز في الكاس وقدم مباراة كويسة جدا نشوفه برضو مكان كالافيوري. الشكل ده مسكيرا ممكن برضو نشوفه، لكن انا لو مكان ارتيتا الصراحة ما عملش تدوير كتير. المباراة مش مأمونة، واحنا عارفين الدوري الانجليزي، وبيرلي ممكن تبص تلاقيه اسد كبير جدا خاصة على ملعبه. غالبا المباراة دي مايلة ناحية الجانرز، إلا لو حصل فيه أي مشكلة. عنده ميرينو تألق في المباراة اللي فاتت، وشفنا الهدف الجميل التيكي تاكا بتاعت أرسنال بينه وبين لويس سكيلي، هدف رائع جدا جدا. أنا أعتقد أن المباراة تعتبر إلى حد ما بين قوسين إلى حد ما سهلة للجانرز. ونشوف الماتش اللي بعده علشان ما نطولش. نشوف الماتش اللي بعده، وفي نفس التوقيت ده ان شاء الله يوم السبت الساعه 5 برضو اواي برضو مانشستر يونايتد والريد ديفلز. بعد الفوز 3 مباريات متتاليه بالنسبه لاموريم، يعني منشكح واللعيبه مبسوطه جدا. وبدا التفاؤل زي ما انا قلت في المباراه اللي فاتت، قبل المباراه اللي فاتت في تحضير الجوله، وقلت ان هو عنده فرصه كبيره انه يفوز والمعنويات عاليه. ما زالت المعنويات في السماء. وفي حاجه كويسه بالنسبه لمانشستر يونايتد، هو ما عندوش الضغوط اللي عند بقيه الفرق، ما عندوش الدقائق الكتيره اللي يلعبها زي ارسنال، زي مانشستر سيتي، زي تشيلسي في بطوله الشامبيونز ليج. طبعا اللي بيلعبوها هو مرتاح، واللعيبه بتاعته مرتاحه، وقادر ان هو يحط التشكيله بتاعته. بدا يتهيألي دلوقتي يبقى عارف التشكيله، قوام التشكيله الاساسيه بتاعته 80 90% دلوقتي بقينا سهل جدا نتوقعها، بعكس قبل كده. لامنز في الحراسه، لوكشو دايما موجود ناحيه الشمال، دايما في ديليخت. الفرق بيبقى لا اما ديليخت بيبقى في العمق احيانا لما يلعب يورو عشان السرعات، او ماجواير هو اللي بيكون في النص في الثلاثه قلب الدفاع وديليخت جنبه. شكل نص الملعب واضح جدا بقى، معروف ديالو خلاص يعني ثبت في مكانه. دورجو او دالو ناحيه الشمال. دالو بيدي برضو التنوع ان هو ممكن يرجع ويبقى واحد رابع في الدفاع بدل دورجو. ده اللي بيخليه يلعب على دورجو، لكن دورجو طبعا نجم كبير واضافه كبيره جدا جدا حتى لما بينزل بيعملها. ديالو طبعا احمد ديالو والاداء اللي بيعمله والترابط اللي انا اتكلمت عنه سبحان الله، يعني اثمر واحرزوا اهداف سوا كتير. بران بويمو والاداء الجميل اللي بيعمله كونيا وعودته واحده واحده للفورمه بتاعته مهم جدا بالنسبه لمانشستر يونايتد. شيشكو والعمق الهجومي اللي بيعمله اللي ما يقدرش يعمله ميسو ماونت. فطبعا بالشكل ده انت تقدر تتوقع تشكيله اليونايتد بسهوله. كازيميرو وبرونو فرناندز، والاثنين التفاهم اللي بينهم، الاثنين بيتكلموا برتغالي، واحد برازيلي وواحد برتغالي، الاثنين منسجمين جدا سوا. لكن مازال طبعا بيبقى فيه عبء كبير على كازيميرو، زي ما اتكلمنا قبل كده. حته الانذارات بتاعت كازيميرو هي دي ممكن تكون المشكله الوحيده اللي بتقابل اليونايتد. مانويل اوجارتي
كوبي مينو. طبعا الاثنين بيلعبوا كويس في نص الملعب، لكن برضو الاداء بتاع مينو تحس ان هو مش ارتكاز، ونفس الكلام على اوجارتي، ناعم شويه، مفيش الاجريسيف بتاعه المفروض الديفندر. لازم يكون لعيب مش تكتيكي فقط، لا لازم يكون عنده حته العنف كده في نص الملعب، والتدخلات الثنائيه انه يكسبها. ما بتحسش بالحته دي في اوجارتي، لكن هو لعيب مازال لعيب كويس جدا، وبيعمل برضو اداء معقول. لو اتكلمنا على الشجر مع شون دايش، وده يمكن تحدي كبير جدا بالنسبه للاثنين مدربين. طبعا يونايتد منتشي، ومن الناحيه الثانيه جون دايش جاي علشان يظبط الفريق دفاعيا، واحنا عارفين ده يعني بيسموه وزير دفاع المدربين، بيحط كل الفرقه ورا والعب يلا على الهجمات المرتده، ولو ما حصلتش هجمات المرتده مش مهم عنده، عادي جدا، ويطلع الماتش 0-0 يطلع 1-0 مفيش مشاكل. وما بيحبش يفتح ابدا ابدا خطوطه، وشفناه كتير مع بيرلي. عامه جون دايتش فاز، فبالتالي الاداء ممكن يكون اتحسن شويه. مازال بيفتقد اولا اينا ناحيه مانشستر يونايتد، ما عندوش اي غيابات وجاهز، وعنده البدائل كتير. في نصير مزراوي قاعد بره بيستنى دوره، ودورجو بينافس على مكانه عشان يبقى في التشكيله الاساسيه مع دالو. فبالتالي اليونايتد يعتبر جاهز جدا. من ناحيه التشكيله اللي ممكن يلعب بيها دايش، عنده في نص الملعب يتس ودومينجش واندرسون، الثلاثه اي اتنين هيختارهم هيبقوا كويسين جدا. هودسون اودوي دوره كويس في السرعه واحلال مكان إيلانجا المنتقل لنيوكاسل، والناحيه الثانيه برضو ندوي اللي بيضم على جوه، وحتى لما بيكون على طرف مهم وخطير. وجود جيبس وايت وحلقه الوصل بينه وبين سواء جيسوس او النجم النيوزيلندي اللي احنا اعتدنا ان هو يكون هداف الفريق، خاصه مع نجم نونو سبريتو سانتو اللي كان ادى اداء هايل. صحيح 34 سنه حاليا، لكن مازال وود مهم جدا بالنسبه للفريق. هو بدا جون دايش خطه بالفعل للاحلال والتجديد، خاصه للنجوم الكبيره. هنشوف المباراه دي تحدي بالنسبه للاثنين مدربين، واحد بيدافع صرف، واحد غالبا بيحب الهجوم وبيسيب ثلاثة في الدفاع مخصوص عشان يزود واحد في نص الملعب ويبتدي هجومه بدري بدري. لكن الثغرة اللي ممكن تكون واضحة جدا جدا في دفاعات نوتنغهام فورست هو زينشينكو ناحية الشمال. مشكلة كبيرة، سهل جدا انك تعدي منه، سهل جدا واحد على واحد. اماد ديالو ممكن يعمل عليه شغل كويس، براين مبويمو برضه نفس الكلام. لكن هو احنا عارفين شون دايتش اكيد شايف الكلام ده، واكيد عنده حلول للموضوع ده. عامة يعني الماتش مايل شوية صغيرة ناحية اليونايتد، لكن ماتش مثير، وهنشوف دور ندوي وجيبس وايت ازاي انهم يعملوا تحولات سريعة جدا. هنشوف الماتش ده، يلا بينا نشوف الماتش اللي بعده. وفي سهرة السبت الممتاز مباراة تعتبر قمة الجولة، توتنهام سبيرز ضد تشيلسي. طبعا الفراخ ضد اسد البلوز. هنشوف الماتش ده ماتش يعني صعب جدا بالنسبه للاثنين مدربين. الاثنين مدربين بيقدموا اداء هايل، سواء توماس فرانك اللي ساعات بيفاجئنا بخسارات غريبه للنقاط والمباريات، لكن مازال مدرب كويس جدا. والوقتي شفت الثمار بتاعته، هو ثالث الدوري الممتاز. والناحيه الثانيه بطل العالم انزو ماريسكا مازال مرشح وبقوه المنافسه على البريمير ليج. يعني المباراه دي تعتبر كلاش جامد جدا في الاسبوع العاشر. بالنسبه لتوماس فرانك ما عندوش الرفاهيه الكبيره اللي عند تشيلسي، ما عندوش الاوبشنات الكتيره اللي زي تشيلسي عنده بدل اللاعب اثنين، ممكن يلعب باي مهاجم عنده ما فيش مشاكل. حتى كول بالمر صحيح مأثر على اداء الفريق، لكن لقى له البديل انزو فرنانديز وبيقدر ان هو يعمل الدور ده بشكل كويس. توماس فرانك ما عندوش كل البودره دي، لكن هو استخدام كولو مواني اللي جابه للهجوم، ومعاه تيل ومعاه ريتشارلسون. وجود الثلاثه دول سوا مع دومينيك سولانيكي علّى شويه من المنافسه على الهجوم بالنسبه للفراخ. وبالنسبه للفراخ المباراه على ارضهم تعتبر مهمه جدا، خاصه ان تشيلسي المباراه اللي فاتت فاجئنا وخسر من القطط السوداء في المركز الرابع، مكرر زي نفس رصيد توتنهام 17 نقطه. وطبعا يعني جدول البريمير ليج حاليا غريب جدا في الاسبوع العاشر. هنشوف تشيلسي يعني المفروض ان هو يرجع تاني للانتصارات. اسد لندن عنده المقومات، مازال بيفتقد كول بالمر، ريس جيمس، والناحيه الثانيه النجم كوكوريا
وطبعا حارس المرمى زي ما هو سانشيز. في نص الملعب كايسيدو والدور الكبير اللي بيعمله مع لافيا، وعوده لافيا على فكره جت في ميعادها مهمه جدا جدا. وقدام انزو فرنانديز اعتقد، مش سانتوس ولا ستيفاو. وقدام نجم البرتغالي بيدرو نيتو. والناحيه الشمال اعتقد جرناتشو بعد ما احرز الهدف، انا توقعت ان هو هيكون موجود في التشكيله وهيعمل فرق، وفعلا احرز هدف، لكن تشيلسي خسر، وبالتالي ممكن نشوف جرناتشو تاني مره قدام المهاجم الصريح جواو بيدرو، رغم ان هو ما عملش حاجه المباراه اللي فاتت. لكن جواو بيدرو الصراحه لما بيكون فورمه وموجود ومتحرك كتير جدا وبيقدر ان هو يشارك في صناعه اللعب، لعيب مهم جدا بالنسبه لتشيلسي. تشكيله تشيلسي تعتبر يعني متكامله. ناحيه توتنهام نفس الكلام في نص الملعب، دور بالينيا في نص الملعب يعني مهم جدا لما يقابل كايسيدو ولافيا، الاثنين اقوياء، ومعاه بنتنكور بيأدي بشكل معقول جدا. واعتقد برضو وجود الاثنين دول الثنائي دول لما يلعبوا كتير سوا هيبقوا جامدين جدا في نص ملعب الفراخ. ورا المشاكل بتاعه الاصابات، روميرو مش اكيد ان هو يكون مشارك، دانسو ادى اللي عليه في المكان ده، سبينس مازال يعني مرشح ان هو يكون اساسي مع بيدرو بورو. بالتالي ورا الحارس الامين فيكاريو اللي بيقدم مستويات هايله وعامل تصديات خياليه الصراحه، ممتاز الايطالي بالشكل ده، يعني فعلا وجبه كرويه دسمه في يوم السبت الممتاز معانا في البريمير ليج. بالنسبه للتحدي الكبير اللي هيكون عند تشيلسي، طبعا وجود قدوس وسيمونز، الاثنين متحركين والاثنين لعيبه صراع بالكوره ومن غير كوره، الاثنين لعيبه كبار ومهاريين. دي ممكن تكون تعمل مشكله شويه ناحيه ريس جيمس اللي بيأدي طبعا مستويات ممتازه، لكن بتكلم على ادرا بيويو والتحركات اللي ممكن تكون يعني متقدمه شويه لكايسيدو ولافيا، تعمل خلل في المنطقه دي، خاصه ان توماس فرانك بيحب جدا جدا انه يلعب ورا خط النص. المنطقه دي بالنسبه له منطقه حيويه اللي كان بيملاها قبل كده النجم المصاب ماديسون. لكن سهل جدا انك تاخد بالك من التشابه شويه في طريقه الخطه وطريقه اللعبه بين الفرقتين. الماتش ده فعلا هيكون مثير جدا ويستاهل الفرجه. ويلا بينا نشوف الماتش اللي بعده، وحوار كبير جدا ومهم في الانفيلد بين الريدز والفيلنز. يلا بينا. طبعا الماتش ده مهم جدا جدا، وشويه الجماهير اللي كانت بتنادي باقاله ارن سلوت بعد الخساره تاني من كريستال بالاس، لكن المره دي ارن سلوت انا اعتقد تعامل بذكاء شديد جدا جدا مع المباراه دي، بعكس الناس كلها اللي بتنتقد. انا معلش هخرج بره الصندوق واقول لك برافو عليه ان هو لاعب اولاد ناشئين في المباراه دي. تخيل انت لو لعب بتشكيلته الاساسيه وقدر جلاسنر انه يكسبه تاني بنفس تشكيلته او حتى بالتدويره اللي عاملها، هتبقى مشكله كبيره جدا جدا نفسيا. هيلاعب الاستون فيلا خاصه بعد ما كسبوا مانشستر سيتي، ومباراه تعتبر كلاش مهم في الاسبوع العاشر، وبعد كده رايح لريال مدريد. وبعد ما يخلص مباراه مدريد مطلوب منه انه يقابل البيب جوارديولا، في حين الفرقتين بتوعه مكتملين. مانشستر سيتي دايما بيكون عنده فرقه ونص او فرقتين، حاليا عنده فرقتين حرفيا في السيتي. فطبعا صعب جدا انك تلعب وتجازف باي لعيب يتصاب عندك، وانت عندك اصلا اصابات، عندك ايساك مصاب، عندك فريمبونج مصاب، عندك راين خرافنبرغ مصاب، وطبعا يعني مفيش كلام اي واحد من ال11 الاساسيين هيتصاب، ما عندوش الفرايتي الكبيره ان هو يقدر الاوبشنز انه ينزل لعيب تاني. ودينا شفنا الاداء اللعيبه الاحتياطيين، وشفنا ازاي الفرقه فعلا محتاجه باك اب. وانا اول واحد اتكلم على موضوع سوق الانتقالات في الميركاتو الشتوي، ومحدش يعني كان يتوقعه، لكن هو بنفسه قال الكلام ده. قال انا النهارده بشوف السيتي المفروض ان الفريق الثاني اللي بيلعب وشايفه فريق كلاس ايه، بمعنى انا ما عنديش الاوبشنات دي كلها. لكن السيتي، اتفرجوا على السيتي واتفرجوا على بقيه الفرق، حتى تشيلسي نفس الكلام، وكلامه انا اتفق معاه جدا. لكن في مشكله تانية عند ارن سلوت، هو مش قادر يحل مشاكل كيركس ناحيه الشمال. مازال كيركس بيقدم كارثه دفاعيه وثغره واضحه جدا في دفاعات ليفربول، ما بيلعبش بدماغه، الجامب بتاعه وحش، وكمان التغطيه العكسيه سيئه. هو نفسه ناحيه الشمال يعني سهل جدا انك تتسلل من وراه وتقدر تعمل عرضيات زي ما انت عايز، زي ما انا اتكلمت على موضوع اليونايتد، وفعلا كان ثغره كبيره وكان يعني سيء جدا. عامه في خطه 4-3-3 انت محتاج دايما نص الملعب يغطي على مكان واحد، يا اما الظهير الايمن يا اما الظهير الثاني ناحيه الشمال. بيحصل تشتت بين الاثنين في قلب نص الملعب بتاع ليفربول. الاثنين دول
يعني خاصة بعد إصابة خرافنبرغ، وطبعا أثر كتير جدا 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 على طريقة لعب ليفربول. وهو مازال حط سوبوسلاي في الحتة دي مش قوي، لكن بيحاول إنه يأديها. واحد من أفضل اللعيبة اللي بيقدموا مباريات الفترة اللي فاتت دي مع ليفربول. جونز إلى حد ما نفس الكلام، ما زال ما استعادش مستواه. حطه في مباراة الكاس علشان يديله فرصة إنه يتعافى ويرجع لمستواه تاني. أعتقد إن المباراة دي ممكن ان هو يكون على دكه البدلاء لو هيلاعب فيرتس، وبالشكل ده يبقى سوبوسلاي وجونز. لكن انا بصراحه انا لو مكان ارن سلوت، فيرتس على الدكه بره معايا على البنش، واحط سوبوسلاي اللي متالق وفورمه وبيعمل اداء ممتاز، واحط ماكاليستر. ومازال راين خرافنبرغ مصاب، مش مشكله. لو هو مش جاهز 100% احط جونز مع ماكاليستر، واحاول ان انا العب بالطريقه دي. ايكيتيكي وجوده طبعا مهم جدا. إساك حتى لو عاد من اصابته اللي عنده، لا ايكيتيكي هو اللي يبتدي المباراه دي، وبلاش تستعجل على إساك. زي ما انت قلت فعلا ارن سلوت كان عنده حق. محمد صلاح وكوتي خاكبو مفيش كلام فيهم الاثنين. في حين ان انا ما كنت بتكلم على ماتي كاش، وخلي بالك من الصراحات اللي بيعملها ماتي كاش، هو اللي احرز الهدف في مانشستر سيتي. صحيح جوارديولا وتشكيلته اللي كانت غريبه قوي قوي ساعدت اوناي امري، حتى لما حاول يرجع تاني ما عرفش يرجع. اوناي خلاص مسك في الثلاث نقط وقدر ان هو يفوز. مباراه كانت كبيره جدا وفرحه كبيره جدا لاوناي امري. لكن بالنسبه لليفربول المباراه دي بالنسبه له حياه او موت. يعني لازم ليفربول ان هو في الانفيلد بالذات، الماتش ده بالنسبه لارن سلوت حياه وموت، عنق زجاجه، لان هو هيخرج ريال مدريد. فطبعا ريال مدريد يعني احنا عارفين عنده مشاكل دفاعيه صحيح، لكن مازال فرقه المرينجي مرعب اوروبا، مشكله كبيره. فينيسيوس وسرعات، بلينجهام والتوازن الجميل بين الدفاع والهجوم، امبابي افضل مهاجمي العالم. وبالشكل ده يعني فعلا انت صعب انك تقابل ريال مدريد مع الهادئ تشابي الونسو والاداء اللي هو مأديه، ولسه كسبان في الكلاسيكو. فبالتالي مهم جدا بالنسبه لارن سلوت الفوز معنويا، هيدي دفعه للفريق قبل ما يقابل ريال مدريد في الشامبيونز ليج. وبالنسبه لوناي امري نفس الكلام، عايز يكمل، لان هو كان في اخفاقات كتيره جدا جدا في الدوري. ولو بصينا على الجدول هنلاقي حال الفيلنز مش يعني ما يصرش. فبالتالي يعني المباراه هتكون جميله جدا 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 وروعه، وفيها اثاره هايله. طبعا محمد صلاح مش هنتكلم على الهدف العالمي الخرافي اللي حطه في النحل، يعني هايل جدا الهدف، وطريقه الاستلام والهدوء. يعني واخد قرار قبل ما يستلم الكوره هيشوط بالقدم الضعيفه. هايل هايل يا صلاح. كلام مش عارف اتكلم اقول ايه. يعني موضوع سكولز والكلام اللي اتقال وازاي ومش ازاي، اي كلام طبعا بيتقال، مع احترامي للنجم سكولز كان في جيل العظماء في مانشستر يونايتد، ما كانش شايل الفريق لوحده ولا حاجه، بالعكس. وكان مع السير أليكس فيرجسون، يعني افضل مدربي العالم في التاريخ الحديث. مين يعرف احسن من سير أليكس فيرجسون؟ وعندك يعني افضل لعيبه جت في تاريخ العالم كانت بتلعب جنبك يا سكولز. فمش عارف يعني هو كلام اتغير. كان الاول صلاح نجم كبير وهايل وبحب اتفرج عليه، لا ده اداؤه بالنسبه لافضل لعيبه في العالم يعتبر قبيح، وتحس ان الكوره يعني ستروجلينج كده وهو ماشي. اي كلام يا سكولز، اي كلام. طبعا احنا عارفين الناس الانجليز وحته يعني الكوره بتاعتنا دي ما زالت موجوده عندهم، واتس كامين هوم والكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده. فبالتالي مفيش داعي ان احنا نعلق كتير على المواضيع دي. صلاح بيتكلم في الملعب ودي اهم حاجه. زي ما ابو تريكه بيقول الرد دايما بيكون بالاقدام. بمناسبه لامين جمال، انا كلمت على لامين جمال بشكل مستفيض الموسم اللي فات، وكنت متوقع الشخصيه اللي مش مظبوطه ومحتاجه فعلا تاهيل. انا مش عارف البارسا يعني المفروض يكون في ضغط شويه احسن من كده. المفروض يكون في يعني ناس مخصوصه للامين جمال تشوف تحركاته، تمسك السوشيال ميديا بتاعته. موهبه كبيره جدا جدا، ممكن جدا ان احنا نستمتع بيها لسنوات زي ميسي واللعيبه الكبار اللي لعبت في برشلونه. بالرغم ان احنا بعدنا كتير جدا عن لقاء، لكن هنكمل. واتكنز هيبقى خطير جدا، خاصة في البطء اللي بدأ يعني يدب في كل اوصال الهولندي. فان دايك محتاج دايما التواجد، لا في الريفلكس بقى بطيء، وتسبب في ضربة الجزاء بتاعت برينتفورد، وبصراحة ما كانش ليها اي لازمة. لكن هو كان متأكد وهو بيطلع رجله ان هيلحق الكورة. سرعة اللاعب اللي قدامه قدر ان هو يحط رجله قبل منه، ودي بتبان قوي
ان اللعيب بدا يكبر في السن، محدش هيتحدى العمر، يعني سيبك من كريستيانو رونالدو يعني ده فلتة، ومع ذلك برضه مش هو بتاع 10 سنين فاتوا. لكن بالنسبه لفان دايك مازال مهم جدا وقائد في الملعب، لكن المفروض منظومه ارن سلوت ما تخليهوش يتحط كتير في واحد ضد واحد مع لعيب سريع علشان ما تحصلش المشاكل دي. وعشان كده انا بحذر من روجرز ومن في نفس الوقت واتكنز، الاثنين لعيبه. روجرز بيجي من تحت ومهاري، لو نص الملعب فيه الثغرات اللي احنا كنا بنشوفها دايما في ليفربول هيبقى مشكله كبيره. وفي نفس الوقت وجود بونديا بعد ما ضيع البلانتي، لكن مازال لعيب خطير. الفيلانس عندهم اسلحه يضربوا بيها. الاكس ليفربول قاعد بره، سانشو الاكس مانشستر يونايتد موجود وممكن يشارك. ميوله الدفاعيه قليله جدا جدا، لعيب مهاجم صرف. بالنسبه لنص الملعب بتاع الفيلانز، طبعا نص ملعب قوي، كامارا واونانا، وكمان جون ماجين ساعات بينضم ليهم لما بيكون الكره مش معاهم. نص ملعب قوي جدا ومحتاج دخول الثنائيات تبقى اقوى من كده يا جونز لو انت اللي هتشارك. ويتهيالي مفيش البديل، يعني لو راين خرافنبرخ مازال مصاب ما قداموش غير جونز لازم هيشارك. وبالتالي سوبوسلاي برضه دوره مهم جدا. ماكاليستر لازم ياخد باله من الاخطاء الكتيره لو هيشارك، انه ما يعملش اخطاء كتيره قدام منطقه الجزاء. وبالشكل ده يعني الماتش فعلا غير متوقع. الفرقتين مرشحين انه يسجلوا. احنا شفنا 9 ماتشات مفيش كلين شيت خالص، وشفنا كتير برضو في الاسون فيلا بياخدوا اهداف. فبالشكل ده يعني المباراه اكيد فيها متعه واكيد فيها اهداف هتكون جميله. اتمنى التوفيق لمحمد صلاح، ويلا بينا نشوف الحد الممتاز. يلا بينا. ومعانا مباراة كمان من العيار الثقيل في أرض الاتحاد، البيب جوارديولا مع نجم التدريب الإسباني إيراولا. يعني الكلام كتير جدا جدا حواليه، وهل فعلا هيستمر الموسم القادم مع فرقة بورنموث والمنظومة الجامدة جدا اللي بيعملها مع حبات الكريز. حبات الكريز دلوقتي حاليا هم التاني الدوري، يعني حاجة شديدة جدا يتهيألي ما حصلتش في تاريخ بورنموث خالص ولا مرة. بالشكل ده يقدر ان هو يضايق جوارديولا لو جوارديولا بدأ تاني يتفلسف في الدفاعات. لو جوارديولا لعب بدفاع طبيعي، خوسانوف ناحية اليمين زي ما لعب، وفي نفس الوقت روبن دياش وجنبه جفارديول وجنبه آيات نوري بدون اي تعقيد، نص الملعب 2-4-1 مش هتبقى مناسبة ابدا 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 قدام الفريق ده. بالشكل ده يحط نيكو جونزاليس ومعاه راينجرز او تيجاني النجم الهولندي. بالشكل ده الاثنين دول يغطوا على بعض ويملوا الفراغات اللي في نص الملعب اللي بيستفيد منها جدا وبيركز عليها إيراولا وكولايفرت. كولايفرت ابن باتريك النجم الهولندي الجميل. طبعا الحته دي هي اساس هجوم إيراولا اللي بيحب يلعب عليها. فلو انت فضيتها ولعبت ب 4-1 يعني انا حذرتك قبل كده 100 مره، الخطه دي مش مناسبه تماما قدام الفرق الكبيره. ومعاك برناردو سيلفا، ده المفروض يقعد على البنش وما يشاركش. لو شارك هيبقى على حساب حد اهم منه، سواء مرموش سواء تشيركي سواء سافينيو، كل دول اهم منه. ويعني يقدروا ان هم يجوا من نفس الحته اللي بيجي منها، خاصه مرموش والفورمه الجميله والهدف الرائع اللي احرزه. يعني هدف رائع فعلا. اقل حاجه البرنس مرموش يتقال عليها. لعيب كبير جدا بيستلم الكوره تحت ضغط وسريع وشويط، حاجه هايله. تشيركي والمهاره العاليه والنجوميه. آيات نوري نفس الكلام ناحيه الشمال. فانا اعتقد ان جوارديولا بس بلاش اوسكار بوب، بلاش الكلام الفاضي ده، بلاش دكوع على البنش. طبعا وجود هالاند سفاح الشباك المين ماشين في خط هجومك بيديك افضليه كبيره جدا، وانت ممكن ما تستخدمهاش لو ما فيش كرات سريعه ليه، ثرو باسز ممتازه، كرات عرضيه يحطها بدماغه. لعيب فظيع، لعيب مهم جدا جدا سواء تكتيكيا او فنيا. مهاجم بقدرات بدنيه خياليه وعنده الصلابه الذهنيه عاليه جدا جدا. فبالتالي انت المفروض تستغله، تكون اساسي مفيش كلام. يعني بلاش اي كلام تاني تعمله يا جوارديولا عشان تمشي المباراه بالنسبه لك على خير. اما من الناحيه الثانيه العكس تماما، هو بينتظر جوارديولا انه يغير وينزل اوسكار بوب واورايلي ونونيس والناس الجميله دي علشان هو يقدر يفوز، لان عنده ايفان نيلسون اللي بيفتقده، يعني نجم كبير ومهم جدا في هجوم الفريق.
صحيح كروبي لما لعب مكانه قدر ان هو يحرز اهداف وشكله كان كويس. وجود كلايفرت يعني محطه مهمه جدا للتصويب البعيد. وجود دوناروما في حراسه المرمى مهم جدا طبعا ان هو هياخد باله من التصديات دي. لكن طبيعي جدا ان حارس المرمى وارد جدا ان كوره تعمل ريفلكت تخبط في حد. التسديد من بعيد بيبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لحراس المرمى، فدي هتبقى تحدي بالنسبه لنص الملعب. 4-1 4-1 هتدي فرصه كبيره لاراولا يستغل المساحات في نص الملعب وممكن يكسب. ممكن جدا جدا انه يكسب جوارديولا. وفي نفس الوقت جوارديولا لو لعب بالتشكيله العاديه وقدر ان هو يحط الكرة في رجلين لعيبته والاستحواذ الجميل اللي بيعمله هيقدر ان هو يكسب المباراه دي. المباراه دي هي الاكثر متعه في الاسبوع العاشر من وجهه نظري. اثنين مدربين اسبان ممتازين. طبعا اراولا يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه قد ايه هو مدرب رائع. والبيب جوارديولا قيمه ثابته، الميجا مايند في كره القدم بشكل عام مش في الدوري الانجليزي بس. وفعلا احنا هنستمتع الساعه 6:30 الحد الممتاز بالمباراه دي ان شاء الله، ده توقعي. وعامة الأسبوع العاشر بشكل عام في البريمير ليج وجبة كروية دسمة للناس اللي بتحب الكورة. هيكون المباريات كلها فيها كلام كتير نكلمه مع بعض. هيكون في الأسبوع دوت فيه تشويق ومتعة كبيرة جدا. أتمنى إن أنتوا تستمتعوا معايا وأكون أفدتكم. وبدل ما وصلت معايا لآخر الفيديو أتمنى منك شير ولايك وسبسكرايب. تابعني موجود على تيك توك وهنا في اليوتيوب. بتمنى لكم مشاهدة سعيدة. البريمير ليج معايا في ملعوبة بودكاست غير محمد القاضي. اشوفكم على خير. سلام.